السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعزائي أحبابي وأخواني آل بيت الدعري الذي بنام شنق نفسه اليوم بعد صلاة الظهر تلقينا الخبر أن أبوه ضربه وهو طلع شنق نفسه هكذا طوالي. حسبنا الله ونعم الوكيل. نعابش خوف من الله على ما شنق نفسه. والله لو يضربني أبي لما يطفيني بشنق نفسي. وهذا طوالي طلع شنق نفسه مع جاي تقول الغرفة اللي قام شنو يا وجع قلبي عليه وجع. هي علامة مستفاد. حسبنا الله ونعم الوكيل. حسبنا الله ونعم الوكيل. ما عاد باقي نقول لنا الله يرحمه. الله يرحمه أكو عند ربه تحاسب له عند ربه. إلا ما حد يعملها كذا ما حد يعملها كذا. حذاري حذاري يا شعب اليمن. حذاري علامة أشنق نفسي علامة أشنق نفسي أنا قد أنبغ رنحا بظلم بالدنيا من هذا ومن هذا ومن هذا ومن الحكومة ومن الأسرة ومن الكل. قد أنا لهنا بلغت القلوب لدى الحناجر بس ما فكرش إن أشنق نفسي. بعد كل عسر يسرها علامة أشنق نفسي. لا بتحلى بالدنيا ولا بالآخرة. حسبنا الله ونعم الوكيل. رسالتي إلى الشعب اليمني وإلى شباب شعب اليمن مش الذي ضرب أبوه واللي يشنق نفسه. مش اللي تعقد واللي يشنق نفسه. مش اللي ما هزش حلقة واللي يشنق نفسه. مش اللي ما لقيش عمل واللي يشنق نفسه. مش اللي تعقد واللي يشنق نفسه. علامة تشنق نفسك. لا أنت لا ترتاح ولا بالدنيا بالآخرة. عقلك بعقلك من نفسك وهذاك ربي يرحمك. ما رحمناش أنفسنا. كيف عاد ربي يرحمنا لما نشق أنفسنا؟ لا شعب اليمن أنا هذا لكم. كثر الشان قلت عمره 18 سنة مدي 19 سنة شنق نفسه. وقبل أسبوع مدي شهر هذاك شنق نفسه. وهذاك بصنعاء قالوا شنق نفسه. وهذاك قالوا سمم نفسه. وهذاك قتل نفسه. علامة أبو هالدنيا إن بعد العسر يسرا وصحاب صيف ثم تنقشع. اصبر وما صبرك إلا بالله. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.